النهارده مقارنه احسن كبده اسكندراني بقى فين؟ في اسكندريه. احنا الكهرويه بنيجي اسكندريه هوب فين؟ كبده الفلاح، ده اللي احنا نعرفه. لكن بتوع اسكندريه نفسهم عارفين اماكن كده مستخبيه محدش هيقول لك عليها، انا بس اللي هقول لك عليها. فتعالى نبدا واحده واحده كده. انا جبت كبده الحرش، الفلاح، وابو حلمي. كان في مطعمين كمان هقول لك ايه اللي حصل فيهم والدنيا مشيت ازاي. نبدا من الارخص للاغلى. قلت بصراحه مفيش احسن من قلعه قايتباي نصور قدامها الريفيو الجامد ده. تعالى، ده ب 12 جنيه ونص، تمام؟ جاي لك معاه نص ليمونه وفلفلايه، قرن فلفل. امسك كده اعمل مصور. تعالى كده مصور، قرب 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 قرب. هي دي، هو رغيف فينو كامل، تمام؟ الفينو الاسكندراني الرفيع اللي هو مقربش من الناحيتين الجامد ده، بس حشوه قليل جدا. بص هنا كده، ده الحشو قليل يعني. بص هنا الطرف فاضي وهنا الطرف فاضي، بس ب 12 جنيه ونص يعني. فتعالوا نقول بسم الله، ودي اجمل لحظه انا بحبها. طعم حلو، بس حاسس ان في احسن يعني، مش حاسه الواو، فاهمني؟ الاثنين دول ب 13، بس انا عايزك تركز في الشنطه. يعني بص هنا الشنطه اللي هو خد حجرك واجري من عند ابو حلمي. مش معنى ان انا جايب سندوتش يعني تعمل كده. ده رغيف مقسوم بقى. قرب كده مصور. ده جايب لك معاه ليمونه. امسك كده مصور بعد اذنك. قرب كده مصور. ده رغيف بس مقسوم نصين، يعني يعتبر نصين، تمام؟ هنا الحشو اكتر شويه. فتعال ندوق. بسم الله. هناك دي طبعا لو اتأثرت شويه مش اشكال تحتيك. انا كده كده اقول لكم الخلاصه في الاخر. ما فيهاش فلفل كتير، ما فيهاش توم كتير، محسسك بطعم الكبده كمان طعمها حلو، مقطعها كبير. دي غير اللي عندنا. نخش على التالت بقى والمتعارف عليه. هوب انا جاي اسكندريه لازم تاكل من عنده. مين؟ كبده الفلاح ب 13 جنيه. اخر مره اكلت من عنده كان ب 8 جنيه او ب 7 ونص. اللي انا عرفت ان هو ملوش فروع ولا في اي حته، ولا في القاهره، ولا في اي مكان حتى في اسكندريه. هو الفرع الوحيد ده اللي انا صورته لكم. قرب بقى كده. ده نص رغيف. ده نص رغيف بكام؟ 13 جنيه بس. يعني عشان تشبع محتاج لك مثلا 20 واحد ولا 20 نص. قرب كده. ده الحشو. الكبده برده متقطعه كبير. فلفل. الكبده الاسكندراني في اسكندريه ما بيحطوش طحينه، مفيش حاجه اسمها حط طحينه على الكبده. فتعالى ندوق. بالنسبه لي بعد ما جربت، من وجهه نظري المتواضعه، اول واحد يكسب الفلاح. بصراحه طعمه مميز جدا جدا جدا، يعني لو هاجي تاني هروح. بعد كده الونش، قصدي الحرش، معرفش ليه طالبه معايا الونش. اخر واحد ابو حلمي، معرفش ليه ابو حلمي تحس بعد ما اكلت كده فيه زيت كتير، طعمه مش لذيذ. ده من وجهه نظري، مش معنى كده ان انت ما تروحش او تروح، لا، دي انت حر. انا بنقل لك تجربتي الشخصيه. وبقي مش زي بقك، نفس الكومنتات اللي انتوا بتكتبوها، بقي مش زي بقك. فعلا بقي مش زي بقك، دي وجهه نظري. اشوفكم فيديو جديد. كان معاكم حسام حسن اللي بيجرب الاماكن كعميل مش كفود بلوجر. سلام.